لم يكن صدام حسين رحمه الله حاكما عاديا بالنسبة لشعبه ومحبيه، فقد عرف بتواضعه وطيب معاملته، وكان بالنسبة لهم أخا كبيرا وأبا حنونا، وكان باب مكتبه مفتوحا أمام جميع فئات الشعب، فلم يكن يقصده مظلوما ولا صاحب حاجة، إلا وكانت حاجتهم تقضى بكل حب وتقدير واستقبال حسن من الرئيس صدام. وحتى بعد حوالي عقدين على وفاته ما زالت مواقفه وقصصه المشرفة مع أفراد شعبه حاضرة في أذهان كل من عاش تلك الحقبة المشرفة من تاريخ العراق، ويتم تناقلها جيلا بعد جيل. وكما كان معروفا للجميع، فإن صدام حسين اعتاد أن ينزل من وقت لآخر إلى أسواق وشوارع العراق ليتفقد أحوال الناس بنفسه، حتى أنه كان يتقصد الذهاب للقرى العراقية النائية بحثا عن العوائل الفقيرة هناك ومد يد العون للمحتاجين منهم. وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي، وتحديدا عام 1982، وأثناء زيارة الرئيس صدام حسين إلى إحدى قرى الموصل، حيث تفاجأ يومها سكان القرية بموكب من السيارات يدخل قريتهم ويقف في ساحة القرية، وينزل منه عناصر من الأمن يتقدمهم الرئيس صدام حسين. وخلال دقائق انتشر الخبر في سائر القرية، وبدأ الناس ووجهاء القرية يتوافدون إلى المكان ويتجمهرون حول صدام حسين، يسلمون عليه ويرحبون به ويدعونه للتوجه إلى إحدى مضافاتهم ليرتاح هناك ويقومون بواجب ضيافته. إلا أن الرئيس صدام فضل أن يقوم بجولة في شوارع وأزقة القرية قبل أن يتوجه للمضافة. وبدأ صدام بالفعل جولته بين بيوت القرية برفقة عناصر حمايته الشخصية وعدد من الضباط المرافقين له، وكان يسلم على كل من يصادفه في طريقه، ووقفت النساء على أبواب المنازل يرشون الورود والأرز تقديرا للرئيس صدام وتعبيرا عن فرحهم بزيارته. وعند دخول صدام ومن معه في أحد الأزقة، تفاجأوا بوجود عرس شعبي في ساحة إحدى المنازل، وهو عبارة عن حفل زفاف، حيث كان الناس منشغلين بالدبكة والغناء، فسارع أصحاب البيت يسلمون على صدام، وقام والد العريس بدعوته ليشاركهم فرحتهم، فلبى صدام دعوته بكل حب، ودخل ومن معه إلى داخل الحفل وجلسوا بين الناس، وطلب منهم صدام أن يتابعوا حفلتهم، فهو يحب أن يستمع إلى الأغاني الشعبية ويشاهد الدبكة العربية القديمة. وبعد أن تناول صدام ومن معه القهوة وبعض الحلويات التي قدمها لهم أهل العريس، قام صدام حسين وأمسك يد أحد الشباب وبدأ يشاركهم الدبكة بكل حب وتواضع، فهو يتقن الدبكة بشكل ممتاز. وهناك الكثير من الفيديوهات يظهر فيها صدام يشارك الناس دبكاتهم في أفراحهم أثناء جولاته داخل العراق. ولكن ما حدث ذلك اليوم كان صادما جدا، فأثناء وجود صدام حسين في ذلك العرس وقيامه بمشاركة الشباب بالدبكة، تحمس أحد الأشخاص الموجودين من أبناء القرية وهو من أقرباء العريس، وقام بإخراج بندقية قديمة يستخدمها للصيد ولحماية نفسه من اللصوص أثناء رعيه للغنم، وبدأ يطلق النار في الهواء ترحيبا بصدام حسين ومن معه. وبسبب التدافع الكبير للناس، فقد الرجل السيطرة على بندقيته وانحرفت يده إلى الأسفل لتخرج رصاصة طائشة وتصيب قدم أحد عناصر حماية الرئيس صدام ويسقط أرضا. وعلى الفور توقف العرس وذهل الناس جميعا مما حدث، وبدأوا يلومون الرجل على هذا الخطأ الذي ارتكبه،
وعلى الفور تم حمل العنصر والتوجه به إلى أقرب مستوصف، بينما قام عناصر الحماية بالقبض على الرجل الذي أطلق النار ليقوموا باعتقاله. ولكن ما حدث لم يكن متوقع، فقد أمر صدام العناصر بعدم التعرض للرجل الذي أطلق النار وعدم اعتقاله، معتبرا أن الحادث كان قضاء وقدر ومن غير قصد. ونظر للرجل الذي أطلق النار وقال له ممازحا: لا تخاف عمي، النيران الصديقة ما نزعل منها. ما دفع الرجل إلى الاعتذار لصدام حسين، مؤكدا له أن ما حدث كان عن طريق الخطأ نتيجة تدافع الناس حوله. وغادر صدام حسين ساحة العرس بعد أن تمنى للعروسان زواجا مباركا، متجها إلى إحدى مضافات القرية ليجتمع ببعض وجهائها ويستمع لمطالبهم، وإن كان هناك أي خدمات تحتاجها قريتهم. برأيك لو أن هذه الحادثة وقعت في بلد عربي آخر وبحضور حاكم غير صدام، فماذا سيكون مصير الرجل الذي أطلق النار؟ شاركنا رأيك في التعليقات.